السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير. بما أنه شهر رمضان على الأبواب وما بقالوش بزاف، العد التنازلي بدأ. راح اليوم جبت لكم وصفة المملحات، وهي نوع من بوراك في الكوشة، بوراك على طريقة تركية، بوراك سهل، بوراك ما فيهش تعقيدات بزاف. طيبي وحضريه لوحيه في الكوشة وجبديه تلقاه حاضر كما راكم تشوفوا في الصورة. راه الصورة معبرة، يجي يتقرمش، يجي خفيف، ما من الحشو نتاعو انه اقتصادي وما فيش مقادير بزاف. وتحضريه وتنقصي شوية عليك القليان تاع الزيت وتاع البوراك والتعب هذاك والشقة والتمرميدة هذيك. هنا عندنا نبداو في المقادير، بسم الله. عندنا غير كاس حليب مغرف تاع خميرة تكون ممسوحة ومغرف سكر. نخلطوهم نخليهم يرتاحوا. بعد ما تتفاعل الخميرة مدة 5 دقائق، نرجعوا هنايا نضيفوا 4 مغارف زيت، ونضيفوا ملعقة خل أبيض، ضروري نضيفوها بعد ما تتفاعل الخميرة. بعد نجيبو هذا مكان، بعد نجيبو كاس فرينة. هي هذه الوصفة تحتاج 3 كؤوس، يعني من 2 كؤوس ونصف إلى 3 كؤوس فرينة. بصح دروكا تشوفوا هنايا كيف هنا ضفت الكاس الأول، غربلته، ضفت الكاس الثاني، زدت الملعقة الصغيرة تاع الملح. أما لهنايا نلحقوا لهذه المرحلة، الكاس الثالث نضيفوه بالتدريج، قادر نكمل وقادر ما نكملوش، كل وحده والنوعيه تاع الفرينه تاعها. شوفوا انا هنايا بقالي نصف كاس، يعني استعملت 2 كيسان ونصف. هنايا بعد ما خلطناه نعجنوه مده 2 دقائق 3 دقائق. نعجنوه مليح، ندخلوا المكونات العجين ندخلوهم مليح في بعضهم. بعد ما نعجنوه مهم هنا كتشوفوا فيا كيفاه راني نعجن فيه عجين مدة قلت لكم 2 دقائق إلى 3 دقائق. بعد ما نعجنو شوفوا العجينة ماهيش طرية أو ماهيش يابسة، ما تكونش هذيك طرية تلقى روحها وما تكونش يابسة. هنايا نديروه في الوعاء اللي عجنا فيه، ندهنو بالزيت، نحطو شوية زيت، نغطيوه ونخليوه يرتاح. بعد ما يطلع نخلوها ترتاح، نروحو نحضروا الحشو. هذا الحشو خفيف واقتصادي وما فيه والو. هنا بعد ما نحطوا الزيت ونحطوا الزبده، 3 مغارف زيت، مغرف زبده ونصف ملعقه زبده. نجيبوا حبه بصل تكون كبيره مقطعه مكعبات. نجيبوا نصف راس فلفل اخضر، يكون اللي يحب يدير حار واللي يحب يديرو حلو عادي. بعد ما نشوفوا البصل انه هنايا دبلنا ودخلوا بدا يدخلوا طياب، نجيبو هنايا ربع صدر دجاج فقط مرحي. بعد ما نحطوه فوق البصل نزيدو عليه توم، 2 سنينات توم، نزيدو عليه الملح، مغرف صغيرة موطارد. التوابل هنا عندنا فلفل احمر، وعندنا كزبر وتوابل دجاج، وعندنا زنجبيل وكركم والملح طبعا. هنايا نحب شويه تكون فيه نسمه هكا خفيفه، درت له ملعقه صغيره نتاع هريسه باهي ما يجيش الدجاج هكا صامت. هنايا ضفت للحشو نوع من الخضر وهو الجزر. جبت هنايا 3 حبات تاع جزر. بعد ما غسلتهم ونقيتهم وكلش كرفشتهم، بعد ما سكرفشتهم لحتهم مع ضفتهم بعد ما طاب الدجاج. نخليو هنايا نديرو رشة المعدنوس، لانه هنايا نحبوا اولادنا ما يحبوش ياكلوا الخضر. هنا تحبي تكلخي لهم وانما تزيدي تزاودي في الحاشو ويجي بنين وما يبانش خلاص فيه الجزر. هنا نجيبو نوع من الجبن الطري، بعد ما يطيب نحيو على النار، يطيب الجزر، يطيب الحشو هذا يجي بنين ما شاء الله. نزيدو 2 مغارف تاع جبن طري اي نوع عندك، وانما ولا فرماج مثلثات. نحطوه في صحن الحشو ونخليوه يرتاح، لازم يكون بارد. هنا العجينه تاعنا شوفوا كيما بعد ما طلعت ودي غازينا لها لي غاز تاع الخميره. هنايا نجيبو العجينه نقسموها الى 6. شوفوا الطريقه تاعي، نقسم العجينه في نصف، كل نصف نقسمو على 3. هنا لازم 6 كويرات. هذا البوراك سهل سهل خفيف خفيف، تحضريه في اخر لحظه وما يديش الوقت بزاف وماهوش متعب. هنايا بعد ما ونغيروا شويه في البوراك، ديما البوراك مقلي شويه
الصحة نتاعنا ونكونوا صايمين. هنا بعد ما نقسموه إلى 6 نحطوه في صحن ونغطيوه ببلاستيك ونخليوه يرتاح. نبداو نخدمو ب3 كوريات عفوا 3 كوريات. بعد تشوفوا هنايا كي ارتاحت وكلش. هنا نحتاجو كمية كبيرة نتاع النشا لأنه راح نورقوه بالنشا. نحتاجو القنوط. هنايا نبداو نخدمو الحرابش تاوعنا. القرصة الأولى اللي حضرتها كما راكم تشوفوا نفتحها على شكل مربع، ونفتحوا الثانية ونفتحوا الثالثة نحطوها بجنب، نزيدو نفتحوا الثانية كما راكم تشوفوا في الصورة. انا راني ما سرعتش الفيديو، خليته كيما راه باش تفهموا الطريقة تاعو. شوفوا هذا البوراك قد ما سهل منه ما كانش، وخفيف وبنين وما ما يضرش ما يوجعش مليح بزاف. هنايا بعد ما نحطوا القرصة الاولى القطعة الاولى بعد ما فتحناها، وما تفتحوهاش بزاف غير جوست برك نحطوا النشا بين كل طبقة وطبقة، ما تكثريش بزاف وما تقليش بزاف كيما راكم تشوفوا فيه. انا راني نحط نخلي هنايا نزيد هنايا 3 هذو الاولين راهم خليهم يرتاحوا ونغطيهم يرتاحوا باك مدة 2 دقائق 3 دقائق باك هكا باه نقدر نفتحهم. نزيد نروح نخدم 3 اللي بقاولي كيما راكم تشوفوا. هذوك مني راني حطيتهم في صحن خليتهم يرتاحوا، وزيد رحت فتحت 3 كوريات الاخرين ونحط بيناتهم نشا. لازم نفرش بيناتهم نشا ونخليهم يرتاحوا هما تاني. نرجع ل3 الاولين بعد ما نجيبهم ما ننساوش رشه مليحه نتاع نشا. شوفوا هنا راني ما يلصقوش طبقات بين بعضهم. هنا نحاولوا نضغطوا على الحواف هما الاولين، نضغطوا على الحواف من فوق ومن تحت باه من بعد ما يهربوش طبقات من بعضهم، ونبدا نفتح به بطريقه عاديه. خلاص هنا ما تزيدوش النشا باسكو راه فيه كميه كبيره تاع نشا، نقعدوا غير نفتحوا فيه. بعد ما نفتحوه على الشكل مربع راكم تشوفوا فيه هنايا كيفاه راهم بداو يتورقوا، راهم مرقين كانكم راكم نخدموا في بقلاوه. بعد ما نورقوهم راكم تشوفوا ما تعبت ما درت جهد ما والو، فتحتهم عادي. كي بعد ما نورقوهم نفتحوا نحيو الورقة الأولى، شوفوا كيف تتنحى بكل سهولة ونحطوها. أنا يعجبوني طبخات الأتراك ما يتعبوش رواحهم، بوراك يديروه ساهل، بقلاوة تاعهم ساهلة، المخبوزات تاعهم ساهلة. مي حنا نحبو نتعبو رواحنا بدينو وكلش. هنا شوفوا هنايا هذه الخطوة لازم ضروري، هي نورمالمون ديروا الزبدة وزيت. انا هنا درت الزبدة فقط. ديري زبدة وتمسحيها مسحة خفيفة بالبانس وما تكثروش الزيت. هنا شوفوا الحشو قسمته بتجيكم الطريقة سهلة. انا نحب كلش منظم، قسمته الى 6 كويرات 6 قطع يعني هاي الحشو هذا باه كل وحده نديروا لها الحجم القيس نتاعها. هنا بعد ما حطيته كما راكم تشوفوا فيا وزعته على العجينه، ومن بعد كل ما ندور 2 دورات الحربوش ندير عليه هكا مسحه تاع الزيت. شوفوا هنا بعد ما خدمته جبته حطيته في البلاطو يكون مدهون بالفارين زيت، رشيته برك بالفارينه. من بعد هنايا نديرو 4 هكا. هناني كملت 4 تاع حربوش، وحطيت نجيبو الصفر البيض نديرو عليه 2 مغارف قهوه وملعقه خل بتنحي الريحه نتاع البيض، ونجيبو نبانسيو هكا بالبانسو ونخليوه شويه يطلع. هنا نجيبو الموس ونبداو نقصو. كي نقصوش حتى لتحت، نقصو كيما نقولوا العجينه هكا برك، ما نقصوش حتى للاسفل على جد باه ما يخرج لكمش الحشو. ونجيبو نحطو فوقها سانوج ولا ججلان. التزيين يبقى اختياري، انا نحب ندير خليط مزيج بين سانوج وججلان. وهنايا نوضح لكم انه ما ديروش انا صرات لي كي جربته اول خطره، انا نعطيها لكم عن تجربه. كي جربته اول خطره درت 6 بحذا بعضاهم، شت كي طلعوا وزادوا الحجم نتاعهم تحشروا وتغير الشكل تاعهم. انا هنايا نقول لكم ديروا اذا البلاطو تاعكم صغير ديروا 4 3 ولا طيبوا 3 وحدهم و3 في بلاطو وحدهم. انا البلاطو تاعي الاول تاع الكويزينير درت فيه 4 بقاو لي 2 درتهم هنايا وحدهم. طريقه نفتح 3 هكا قلت فوق بعضهم بالنشا، نهز بالوحده نديرلها نبانسيها بالزيت
مسحة خفيفة، ماشي تكثروا الزيت، لازم مسحة خفيفة. نحطوا قال الحشو ونطيبوه في الكوشة بعد ما ندهنوه بالبيض وصفار البيض. وشوفوا هنايا كي طيبته، المدة نتاعو تشعلوا عليه من تحت يطيب، هو تشوفوه بدا يطيب من تحت طفيو عليه وكمل طيابه من فوق. شوفوا كيفاه جات الشكل نتاعو، جا مورق، جا راكم تشوفوا في التوراق نتاعو يجي يتقرمش. هنايا حطيته مع الشوربة، درتو مع الشوربة فري. كان يفكر فيكم في ريحة رمضان، جبت لكم ريحة رمضان. هنايا راني حنقسم لكم الحبة، شوفوا كيفاه يجي يتقرمش ويجي مورق ويجي خفيف. راكم تشوفوا فيه الداخل موش معجن، والحشو نتاعو اقتصادي وصحي بما ان درنا ضفنا له نوع من نوع الخضر هو الجزر، وما يبانش خلاص فيه الجزر. واللي ذاقوه عندي كامل قالوا واش درتي فيه الداخل، لانه كي تكونوا تاكلوا فيه يجيكم فيه واحد الذوق مختلف وما يبانش خلاص انه ضفنا له الجزر. هنا راكم تشوفوا في الصورة راني صورت لكم، درت لكم كيفاه تشوفوا فيه مورق مام كروستيون كي تاكلي كأنك تاكلي في البوراك. ما يتعبش، خدمته خفيفة ويجي خفيف ومقادير خفيفة ومضبوطة غير بكاس حليب، وانتي دايرة احلى بوراك لشهر رمضان ان شاء الله. أتمنى أن الوصفة نالت إعجابكم، ما تنسوش ديروا لنا جيم فضلا وليس أمرا.